تفتكري زينة ممكن تعمل ايه عشان تصالح طارق؟ ممكن تبعت له فويس على الواتساب وتقول له بحبك. فويس واتساب؟ يا اختي الحاجات الحديثة بتاعت كل دمها تقيل دي. لا طبعا ما تعملش كده. على فكرة بقى، الرسالة ملهاش أي لازمة. لا أنا متهيألي تروح له بنفسها أحسن، بس تاخد له حاجة معاه. تاخد إيه بقى؟ ممكن تاخد له ورد او شوكليت، عارفه انت الحاجات دي. الجنينة ما فيهاش ورد. لسه متخانقين؟ مالكيش دعوة. يا ماما بقى عشان خاطري. ليلى يا هاجر. أنا مش عايزة ورد، ولو أي حد جرب يكلمني أنا هروح أقعد عند عبير فوق. خلاص. شريف ما جاش؟ تعالي وريني لابسة إيه. زي القمر يا حبيبتي، كل حاجة بالهدوء يا زينة. ما تقلقيش يا حبيبتي، انا بس يهمني ارجع الاقيكوا انت وبابا اتصالحتوا. انا اصلا ما اعرفش اتخانقتوا ليه ومش عايز اعرف، ما يخصناش. بس يا ريت تخلصي بقى الدنيا يا ماما. يا حبيبتي انتوا مش زي بقيه الناس، انتوا حاجه تانية خالص، صح ولا ايه؟ ماما هو بابا مزعلك ليه؟ مش مزعلني يا حبيبي، ما فيش حاجة، ما تقلقش. أنا مش زعلانة. طيب هستناكي بره، ها؟ سخن العربيه ما تاخريش. ماشي. فاكرة يا عايدة؟ بقول لك ايه، ما تعرفيش اي حاجه هو بيحبها؟ لا ما اعرفش. ازاي يا زينه؟ خد اديله ده يا زينة. ايه ده يا بابا؟ ده الطبع الوحيد اللي امك اشتريتهولي لما كانت عايزة تصالحني. كنا مخطوبين. ايه ده؟ ايه الطبع ده؟ طبعا ام كلثوم. اه. انتوا كنتوا متخانقين ليه اصلا؟ مش فاكر، مش عايز افتكر، بس انا كنت دايما بسامح. بس طارق ما بيحبش طوابع. يا زينة ودوقته ادوله وخلاص يا بنتي. طيب ماشي خلاص. فظيعة. يلا عشان نذاكر. عليها تقل. انا اسفه يا بابا ان كل ده بسببي. ما تشيليش بالك يا بنت، هنتصالح. بالنسبة للفرح يعني هنعمل إيه؟ هنعمل فرح. والله